أهلا بيكي في علشانك. النهاردة أنا عايزة ابتدي بالكلمة دي. انتي لؤلؤة غالية ثمينة جوه محار ومحروسة ومحفوظة وتمنك فيكي. النهاردة احنا معانا ليلى فرج. أهلا بيكي. أهلا بيكي، أنا بجد متشرفة قوي قوي بوجودك وسطينا النهاردة. ميرسي يا مريم على الكلام الحلو ده. أحب إن انتي اللي تعرفي الناس بيكي، رغم إن انتي غنية عن التعريف، بس أنا أحب إنك انتي تدينا صورة عن ليلى. مين ليلى؟ أنا واحدة يمكن طلعت من بيت عادي وبيت مستقر، بس كان عندي احتياجات كتيرة لخبطتني لمدة سنين طويلة، فلفيت كعب داير كده على رجال دين وعلى دكاترة نفسيين. بعدين درست المشورة وأنا عندي 40 سنة على أساس إن أنا أساعد ناس تانية، بس اكتشفت إن أنا أكتر واحدة محتاجة إعادة تأهيل يعني، وما كانش في سبب واضح لكده، بس زي ما يكون كانت الخامة الأصلية بتاعتي هشة في حاجات كتير بسهولة بتجرح، اهتمام قوي برأي الناس لدرجة إرضاء الناس كان بالنسبة لي أهم حاجة. والرحلة دي خلتني أكتشف إنه أنا اللي كنت محتاجة أتغير، والتغيير فعلا زي ما الكتاب المقدس بيقول إنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وتجديد الذهن مش بيجي بإنك بالضرورة تبقي قاعدة لوحدك فذهنك يتغير، بالعكس أنت بتكوني دايما بتفكري من الرصيد اللي عندك، فلو الرصيد غلط كل اللي بيطلع برضو بيبقى غلط، فكان لازم يكون في اختراق من حاجة من براكي. فأنا الحاجة اللي كانت من برايا، وأنا مش دايما بلاقي إنه الحل بتاع إنسان هو الحل بتاع كل البشر، أنا كان بالنسبة لي الحل في التوقيت ده وأنا 40 سنة إن أنا أدرس مشورة فتخليني أكتشف إنه عندي أفكار كتير مغلوطة جوايا، والأفكار دي هي اللي مخلياني بلف في دوائر مفرغة. وبقت أكتر حاجة ملحة جوايا هي إن أنا أدور للناس على حاجة تمكنهم للتغيير مش تطالبهم بالتغيير. أخدت كورسات عن ميشن ستيتمنت ومعرفش اللي هي مثلا تبقي لاقية الجملة اللي انت بتلخص انت عايز تعملي ايه في حياتك. انا بقول انا لو عايزة ما هياش جملة، هي كلمة، اتمنى اكون ممكنة مش مطالبة ومش مشخصة، ممكنة. واو، أنا عارفة كمان إن أنتي بتدي محاضرات كتير قوي في أماكن مختلفة، منها البنات في مدرسة الساكريكور بتدي محاضرات عن تمكين، برضو حاجة. أنا بديلهم قيم إنسانية، يعني ده كانت الأول كورس في الحياة. وده بسبب إنه أنا كان نفسي أحضر البنات لحاجات أنا ما خدتهاش في سنهم. أنا بدرس من أولى إعدادي لتانية ثانوي، فهي مرة واحدة في الأسبوع، وأنا كل اللي بحاول أعمله لهم إن أنا أخليها تعرف نفسها أكتر بحيث إنها تبقى جاهزة للحياة. وبدي كورسات، يعني حتى اللذيذ إن المدرسة سايبالي يد حرة إن أنا أختار اللي أنا بدرسه. فأنا مثلا بختار إن أنا أتكلم مرات عن الإتيكيت، مثلا النهاردة كان عندي تدريس فكانت عن رضا الناس، إرضاء الناس، وبيحلوا شيت، وفي الشيت ده لما بيحلوه بتعرف هي إرضاء الناس فين في حياتها بالظبط، هل هو اللي بيحركها أو إنه كلام الناس ما بيفرقش لدرجة برضو فيها تطرف، لأنه رأي الناس برضو بيديني شوية نور عن نفسي أنا مين. فكنا بنتكلم، فدي مثلا حاجة من الحاجات اللي بندرسها في المدرسة يعني. ليلى، أنا كنت نفسي أتكلم معاكي في موضوع كده عن العلاقات. وقات كتير قوي بنتأذي وبنتعرض لناس قريبة مننا لترك، لرفض، وبنعاني الحقيقة في حياتنا بسبب ما عملنا بيه، يا إما في صورتنا ومنظورنا لنفسنا، أو الشخص اللي أذاني ده اللي قريب مني أنا أتعامل معاه إزاي. بنعاني برضو من المفاهيم اللي بتتحط حوالينا، غفران ولازم تغفري، طب أغفر إزاي؟ أكيد في مفاهيم صح، مفاهيم غلط. بصي، المفاهيم الغلط اللي على الغفران أكتر من المفاهيم الصح. وللأسف من على كتير من معلمين بيظلمونا، وبيكون ربنا نفسه بريء من الظلم ده. يعني هديلك مثل في كتاب بتاع سي.اس. لويس، هو فيلسوف مسيحي، كتب اسمه رسائل إلى خيبر، والكتاب ده مترجم من إنجليزي اسمه سكرو تيب ليترز. فكرة الكتاب اللي عارفاها أكتر من الكتاب نفسه، يعني أنا ما جيت أقرأ لقيت اللغة بتاعته صعبة بالنسبة لي، بس فهمت إن الفكرة بتاعت الكتاب إنه في شيطان عم بيعلم ابن أخوه الشيطان الصغنن. يعني أنا بقول لو أنا بكتب الكتاب ده، واحدة من الطرق الجميلة جدا الإبليس يخدعنا بيها إنه يدينا مقاييس نفس ربنا ما طلبهاش مننا عشان عارف إن إحنا ما نقدرش عليها.
يعني مثلا يقولك لازم تنسي عشان تبقي سامحتي. يعني دي فكرة جاية أنا بيتهيألي من إبليس شخصيا كده نزل حطها على لسان المعلمين في مجال الغفران بالذات. الله لا يطلب مني حاجة هو لم يؤهلني إن أنا أقدر أعملها. أنا ما أقدرش بقرار إرادي أنسى، أنا أقدر بقرار إرادي أغفر، بس ما أقدرش بقرار إرادي أنسى. ما عنديش الخاصية دي، ما عنديش مسح، يعني ما عنديش زرار اسمه مسح. فيبقى واحدة من الحاجات المغلوط عن الغفران إن الغفران معناه النسيان. النسيان دي حاجة والغفران حاجة تاني. أنا ممكن أنسى وما أكونش سامحت، وممكن أسامح وما أنساش، بالذات في حاجات مثلا بتسيب آثار لا تمحى. يعني مثلا حد خبطني بعربية فأنا عندي سكر فالجرح اتقيح فاضطروا يبتروا الرجل، مش هنسى إنه رجلي اتبترت، يعني صعب إن أنا أنسى، بس ممكن أسامح وما سامحش. ممكن بقى بالعكس إنك تنسي وما تسامحيش. بمعنى افرضي أنا مش إنسانة، حياتك قلتي في الأول وانتي بتسأليني ناس قريبين منك، الإساءات اللي جاية من ناس قريبين منك بتوجع لجوه خالص. يعني افرضي أنا مش من القريبين منك، قابلتك مرة في حاجة بتبدي محاضرة مثلا وانتي قلتي رأيك، فأنا اتريقت على الإجابة بتاعتك قدام الناس، فأنا جرحتك سبب إن أنا مش من الدايرة القريبة. بعدها بسنة جيت أدي محاضرة في نفس المكان وانتي كنتي موجودة فيه بالصدفة، ممكن تبقي فاكرة الست دي جرحتني، بس أنا مش فاكرة هي كانت إيه اللي عملته، بس ست سخيفة قوي، انتي ما سامحتنيش بس انتي نسيتي. فالنسيان حاجة والغفران حاجة تاني. فدي أول فكرة خاطئة، إن احنا فاكرين إنه أنا واحد من الدلائل على إني غفرت إن أنا نسيت. لا، دي حاجة ودي حاجة. واحدة من الأفكار التانية إنه الشخص اللي بيسيء لي مفروض أحبه بالمشاعر، فمشاعري تبقى إيجابية جدا جدا ناحيته. الغفران حاجة والمشاعر حاجة تاني. المشاعر بتيجي بسبب يعني إنه ده حاجة من التكوينات بتاعتي، إن أنا عبارة عن فكر وسلوك ومشاعر. المشاعر بتاعتي أنا مش بختارها قوي، بختار الأفكار اللي ولدت المشاعر دي، وبختار السلوك اللي هينتج عن هذه الأفكار وهذه المشاعر. لكن أنا مش في إيدي زرار يحول المشاعر يطفيها بالظبط. فافرضي إن أنا مثلا حد أساء لي، أنا هختار أتصرف بطريقة ترضي الله، لكن مش شرط إنه مشاعري تكون وقتها إيجابية. ممكن بعد شوية لما أتصرف بالطريقة اللي ترضي ربنا مشاعري تتبعني. يعني مثلا افرضي عندي جارة ضايقتني وساكنة تحتي وعندها عربية وأنا عندي عربية، فأنا قررت عشان أضايقها ركنت عليها صف تاني، أو قفلت عليها الجراج، أو نشرت فوقيها غسيل مبلول بينزل لون. أنا دلوقتي ما بقيتش بقى الفكرة فكرة مشاعر، ده بقت فكرة انتقام بطرق مختلفة بسلوك. لكن افرضي عندي فكرة معينة وولدت مشاعر وبالتالي خدت السلوك ان انا انتقم. بالظبط. وخلي بالك دي مش بس ابتدت من فكره، ابتدت من اساءه حقيقيه. يعني مش شرط، يعني في اوقات بتكون فكرتي هي اللي غلط. يعني مثلا حد بيضحك فانا قلت ده اكيد بيتريق عليا، دي قد تكون فكره ولدت مشاعر. بس في اوقات تصرفات بتولد مشاعر، انه حد اذاني فعلا فانا مش بتخيل هو اذاني اساء لي، فانا اتولدت جوايا مشاعر. انا ما تصرفتش بناء على هذه المشاعر، انا اخترت تصرف يرضي الله ناحية الشخص ده. على فكرة ممكن يكون التصرف ده ان انا ابعد شوية عن الشخص اللي بيأذيني، وممكن يكون التصرف ان انا ما انتقمتش، مع ان انا كان نفسي جدا جدا انتقم، لكن انا قاومت هذا الدافع او المشاعر اللي بتخليني عايزة اعمل حاجة معينة، وتصرفت عكس اللي انا عايزاه. فمثلا ما اذيتهاش وما غلستش عليها، ولو هي في ورطة ولجأت لي ساعدتها، ده المطلوب مني. إنما مشاعري اخترت إن أنا أساعدها، أنا اخترت، يعني كان عندي هذه القدرة. لأنه في آية في الكتاب برضو بتقول أطلب إلى كل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. يعني ما تحاوليش تدعي إن أنت سامحتي وتتصرفي تصرفات أنت مش قدها. يعني مثلا تروحي تقولي أنا جدعة قوي وهقدم لها حب وبتاع، فتروحي مثلا تدي لها هدية في عيد من الأعياد أو تعيدي عليها، فهي ما تردش، ما تفتحش الرسالة أصلا، ترد عليكي رد يطفيكي جدا، ما توريلكيش نوع تقدير لما فعلتي، فتتجرحي جرح تاني. لما انتي مش قد القصة دي تعمليها ليه؟ لو هتعمليها اعمليها وانتي متوقعة أسوأ ردود الأفعال ومتقبلة هذا رد الفعل. إنما ما اقعدش أدعي إن أنا في قامة روحية معينة
وانا مش في القامه دي. قصدك مطلوبش من نفسي في سكة الغفران حاجة أنا مش هقدر اللي هو أعملها. حسب طاقتكم سلموا جميع الناس. انا طاقتي ما تجيبش ان انا اجيلك وانتي ما تقدريش، فانا جايه متوقعه انه بس انا هعمل معاكي كده، شوفي بقى انتي هتعملي ايه. لا مش شرط تعملي، على فكره احنا مختلفين، ممكن يكون رد فعلك محبطه جدا. لو انا عندي استعداد اجيلك حتى لو رد فعلك محبطه وهستحملها اجي، لكن لو انا مش قد كده طب ما خليني في حالي بقى. يعني بلاش اشمر قوي واستجدع في حاجه انا مش جدع فيها. فتاني حاجه مشاعري مش هي القضيه سلوكي اللي هينتج عن هذه المشاعر. ما تقعديش تعتبري ان انت وحشه وما سامحتيش، لا خلاص المشاعر دي النتيجه الطبيعيه لما فعله هذا المسيء. انا اتصرفت ازاي بقى بسببها، ده هو دي القضيه، مش المشاعر. ثالث فكره خاطئه ان انا لازم ابقى ملطشه. يعني اخذنا الايه بتاعت من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، وما خدناش الكتاب كله على بعضه. على فكره الكتاب كله على بعضه في موقف تاني المسيح اختار انه يقوله لماذا تضربني. ويسوع ما كانش بيناقض نفسه، في مواقف محتاجة كده، في مواقف محتاجة كده، في مواقف حسب طاقتكم سلموا جميع الناس، فممكن أبعد سنة. الغفران ليه أشكال مختلفة كمان، ملوش شكل واحد. أن تعود العلاقة إلى ما كانت عليه. ممكن الغفران يكون العلاقة هتعود إلى أحسن مما كانت عليه لأني عتبت عليكي وانتي كان رد فعلك جميل جدا. ممكن تكون زي ما كانت قبل الجرح لأنه أنا عرفت أغفر، انتي عملتي حاجات لطيفة خلتني أنسى. ربنا تلامس معايا بطريقة فيها نضج روحي جامد قوي، فطلعت عن نفسي وذاتي أكتر. في كذا طريقة، وفي إنه رجعت العلاقة بس بمسافة، وفي إنه العلاقة ما رجعتش بس أنا سامحت. الأشكال بتاعة الغفران مش أن تعود العلاقة إلى ما كانت عليه، لا إنه أنا ما يكونش جوايا مشاعر المرار والرغبة في الانتقام اللي مبوظة عيشتي، اللي مخلاني مش قادرة أتعامل ونفسي أنتقم طول الوقت. في وقت على فكرة للمشاعر، والمشاعر زي أي جراحة، يعني على حسب قوة العملية، كبر العملية، كبر الجرح بتاخد وقت لأنها تلقم. يعني لما أنا بتعور ما بقولش تاني دلوقتي حالا لازم الجرح يقفل، بسيب له على حسب حجمه. لو أنا مثلا ولدت فتح بطن يبقى أكيد العملية بتاخد وقت عقبال ما الجلد يلقم، لأنها عملية كبيرة فيها 4 رئات اتفتحت. يبقى خلاص أنا مش هطلب من نفسي تاني يوم إنه الجرح يكون قفل. على قد حجم الإساءة بيبقى المشوار بتاع الغفران. فمن الأفكار الخاطئة إن الغفران بيحصل في لحظة، لا مش دايما بيحصل في لحظة، بياخد وقت. الغفران مش معناه إن أنا ما أخدش مواقف، الغفران مش معناه أن تعود العلاقة إلى ما كانت عليه، والغفران مش معناه إنه لازم مشاعري تبقى إيجابية جدا ناحية الشخص المسيء عشان أبقى اسمي غفرت. أنا مجرد ما اخترت إن أنا أتصرف معاه بحب، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، إنه العمل والحق بتوعي بيقولوا إن أنا غفرت. مشاعري بقى هتاخد وقت عشان تتشفي، بالذات لو الإساءة مش بتتكرر. لو طبعا متكررة بيبقى مفيش وقت حتى ألحق أغفر. يعني في أوقات مثلا في واحدة كانت بتقول إنه في ست كبيرة منغص عليها حياتها وبتسيء لها كل ما بتروح تخدمها، يعني بتروح تخدمها وهي بتسيء لها، وبتقولي ربنا ليه عمل معايا كده. يعني دايما لازم نفكر هو ربنا اللي عمل معايا كده ولا أنا خوفي من إني أصلح الوضع المعوج هو اللي بيعمل فيا كده. لأنه مثلا خايفة بطل أخدمها فهي تبتدي تشتكي مني للناس، فالناس تبتدي تعتبر إن أنا شخصة جحدة ومش بخدم الشخص اللي المفروض أخدمها، فأنا ما عنديش استعداد أدفع الثمن ده، فأنا مستمر الوضع الخاطئ مكمل بسبب إن أنا مش قادرة أعدي بوقت صعب اسمه إن أنا هستحمل إنه الناس تتكلم عني سلبي أو تاخد عني فكرة وحشة، فمكملة أخدم الست. فده ربنا بريء منه، لأنه مش هو اللي حطني في موقف ملوش حل. ممكن يكون الست دي تقدر تخدم نفسها، ممكن يكون ليها ناس تانية في حياتها أقرب مني ممكن يخدموها، ممكن تكون حتى مش بتعولني بالفلوس فأنا مش محتاجة استحمل عشان خاطر أقدر أعيش وعايش ولادي. فلازم الأول أشوف هو في مخرج ولا ما فيش مخرج. لو في مخرج وأنا مش قادرة أطلع منه هطلب من ربنا بقى يديني الشجاعة اللي تخليني أقدر أقول لأ، وادفع تمن اللأ اللي أنا هقولها من سمعة هتتقال عليها كلام وحش، من ظلم من الناس، من عدم إعجاب ناس بيا. للأسف الموقف مكلف ومش دايما بيبقى عندنا القوة دي، فبطلبها من ربنا وابقى متأكدة إنه ده حقي، إن أنا لما يكون حد ماسك سكين عمال يعورني بيها وعندي مخرج أنا لازم ألجأ للمخرج ده.
هننهي الحلقة دي بالغفران هو مش إيه، وعايزين هنكمل في الحلقة اللي جاية الموضوع بتاع الغفران هو إيه، أو إزاي أمشي في سكة الغفران مظبوط. لو أنا بتعرض لإيذاء مستمر ومش قادر أبعد. أوكي. شكرا ليكي قوي يا أشكرك. ليلى. ميرسي ليك يا مريان. ميرسي.